السلام عليكم بنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال يا رب. انا رجعتكم، انا عارفه تاخرت عليكم ولكن الله غالب. المهم فيديو تناضل ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا اليوم ان شاء الله يا ربي غنحضر معكم شوربه او مهم شوربه لسان الطير. كما عارفين اليوم الجو دا الشتاء، الجو بارد، الشتاء بحال اللي كتنقط. اليوم ان شاء الله يا ربي قلت غنعملها عشني هذه، ما غنعملهاش الغديوه. الغدا عملنا شي اخر. اليوم ان شاء الله يا ربي غنعملها العشاء، على حسب كيبان لي الجو شويه مدغمم، يعني الجو دا الشتاء. وهذا الجو هذا صراحه كتجي معها الحريره، الشيشه، الصوبه. هادشي اللي كيجي صراحه الله مع جو دا الشتاء. صراحه الله معنا. نقدر واحد الشارجر فيه واحد الداليه وواحد الشجره، ملي كنشوفهم صراحه الله كيفكروني غير شي هاد الحريره. شي هاد الصبه صراحه اللي كتسخن وكتجي مزيونه، واخا هي باقي جاو سخون شديتو، ولكن المهم بالنسبه للمقادير هنا كما كتشوفوا جبت مطيشه وحده كبيره ولا جوج مطيشات محكوكين. كنعملوا شنو اسمه، بصله مقطعه صغيره، الكرافس مغروفه، هاد الكرافس كبيره، مغروفه هاد القزبر والمعدنوس، ومغروفه كبيره د الصلصه. كنعملوهم في شي طنجره على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. كنزيدوا له مغروف هاد المليحه اللي تكون صغيره، ملح لكم الاختيار. وما تنساوش راه غتعملوا فيها واحد كنور، على داكشي خصكم توازنوا ما بين الملح. ها انتم كما كتشوفوا كتجيبوا المغروفه ديالكم وكتحركوا على هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا اللي الحل بدا كيطيح دابا راه 6 باش كنمونطي هاد الفيديو. فحال اللي مسلس الضوء الاضاءه البومبيه شحال شويش ناقصه. المهم نتمنى يكون الاضاءه هي هذيك وصافي. ها انتم كما كتشوفوا هنا عملت شويه ديال البزار. انا قلت لكم هاد البزار اللي عندي حار بزاف، عملت شويه ديال البزار كما كتشوفوا صافي. وغنحرك هادشي مزيان على هاد الشكل هذا. ها انتم كما كتشوفوا. ها انتم هنا غنعملوا البوطه اللي كتكون مهيله، بحال نقول لكم كتقلى ولا كتشحر. المهم بحال كتشحر، راكم عارفين شنو هي كتشحر. المهم باش كتجي ديك الصوبه ديالنا او الحريره او السنطار كيجي شويه مزيون المذاق ديالو. خاص ضروري ما تشحر، لا ما تشحرتش ما يمكنش يجي مزيون. ها انتم كما كتشوفوا هنا كنشحروا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. وكنزيدوا مثلا 4 كاس د الماء ولا نص كاس د الماء. ها انتم على هذا الشكل هذا، غير باش ما تلصقناش في الطنجره وصافي حتى كدوب. انا بالنسبه لديك مطيشه كنت حكيتها في الغداء وعملتها في الفريغو، بقات لي من لي باط وعملتها في الفريغو. وملي عملتها في الفريغو يعني جبدتها. نتوما عادي كتحكوا مطيشه ديالكم عاديه. ها انتم كتبقاو هنايا تحركوا بشويه وهي تتشحر، وانتم كتحركوا على هذا الشكل هذا. ها انتم كما كتشوفوا صافي. من بعد هي كتشحر انا جيت هنايا كننظم السكر ديالي على هذا الشكل هذا. المهم باش ما يجيش فيديو خاوي من طبيعه الحال وصغير، وبنفس الوقت ما نبقاش واقفه كنعدل الحاجه ونمشي نعدل الحاجه من طبيعه الحال. وباقي ان شاء الله غنبقى نشارك معكم منظمات، غنبقى نشارك معكم شنو كنعمل في النهار وفي الليل. بحال داك الفيديو اللي فات، لحقاش داك الفيديو اللي فات صراحه الله عجب بزاف د الناس. عملت معكم كنغسل القشوع وكننظم الفروطه ديالي والخضره وكنغسل اللافابو. داك الفيديو هذاك عجب الناس، فلهذا ان شاء الله يا ربي غنشوف الفيديوهات اللي طالعه فيهم مشاهده واللي كيعجبوا الناس بزاف هما اللي غنبقى نعمل معكم ان شاء الله يا ربي. حيت الواحد كما كيقول الاخر ما خصوش يضيع الوقت وصافي، خصو يعمل شي حاجه اللي فيها الفايده. يعني شي فيديوهات ما كيطلعوش عرب اللي ديك المحتوى هذيك ما عجبتش الناس، فلهذا كتقلب على الحاجه اللي كتعجب الناس من طبيعه الحال. واي حاجه كنزل منها بزاف فراه كتكون هي اللي كتعجب الناس. المهم هانتوما كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. هي بدات كتشحر، شفتوا زائد يعني جاتت خفافه شتيتو. هنا هانتوما انا بالنسبه لنا اما يمكن لكم تعملوا اي لي باط عندكم عشني النوع ديال لي باط يكون بحال هذا الشكل هذا، مثلا شعريه، السنطاير محمصه، نجيمات، شهار، ديك اللي تويستيت وراكم عارفينهم. المهم هنا جبت غتشوفوا عامله معاهم ورق سيدنا موسى باش ما باش كيطولوا مده طويله. ها نتوما هنا جبت زلافه لسان الطير على هذا الشكل هذا. صافي كتجيبوا الزلافه ديالكم كتمرقوا. ملي كتمرقوا المهم انا مرقت النص وباقي هنا كنوريكم حتى خصني نمرق. المهم كتمرقوا تمرق لا باس به، يعني راكم الاختيار نتوما كتعرفوا التمريق ديالكم. كل واحد كيعرف الطنجره ديالو، هانتوما عارفينها. هانتوما كما كتشوفوا هنا غطيها ونخليها تشحر شتيتو. من بعد ما كتغلي مزيان، يعني كتبقبق بزاف ماشي غير شتيتو، يعني كتغلي مزيان. تخليوها تغلي شي ربع ساعه ولا نص ساعه. من بعد كتبقاو تكبوا السنطير ديالكم. هانتوما كما كتشوفوا على هاد الشكل. نتوما كتكبوا نتوما كتحركوا باش ما كيلصق لكمش في قاعده الطنجره. وبالنسبه لهاد السنطير راه كيختر، يعني ما كيبقاش الحبه ديالو ستيتوا، كيرجع خاتر وكيرجع رطاب. بصراحه المذاق ديالو واعر بزاف. هنا زيت ملي مرقت زيت مغروفه صغيره اخرى د ملح باش انا قلت لكم. المهم ملي كتقيسوا راكم كتعرفوا. هنا عملت كنور. بالنسبه للكنور كتعملوا كنور ديال الحريره،
نتوما راه عارفين الكنور ديال الحريره اش منو هو. واللي كيخاف من هاد الكنور كيقولوا ماده ماشي مزيانه، ماده مسرطنه. المهم انا داكشي ما عارفاش صراحه، الله اعلم. اللي كيخاف منه ما يعملوش. انا صراحه الله كيعجبني حيت مولفين كنت راه بتفضل ديالنا كيعدوه في الحريره عارفه بلي الكنور كيستعمل في الحريره، واخا انا ما عارفاش صراحه الله بلي ماده مسرطنه، لكن الاغلبيه كيقولوها والحق الله اعلم. ها انتم كما كتشوفوا عملت كنور واحد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. صافي كتحركوا التحريك ديالكم مزيان صافي. ها هي شوفوا بدات كطيب، شفتوا يعني كان داكشي غير المرق خفيف، كان كيبان يتقول ما كاين في وسطو والو. من بعد ما كيبدا يطيب شوف يعني الزلافه راها كافيه بالنسبه نتوما الافراد العائله اللي في الدار، يعني كتعملوا كميه الافراد العائله اللي في الدار. شوفوا كيفاش يعني نقصت شويه من المرق وفي نفس الوقت اختارت. صافي هنايا جيت نقدمها العشيوه ديالي بطبيعه الحال مع التميره والكرموس. اللي كتعطيها لنا خالتي مسكينه، هي اللي كتعدل الكرموس. ماشي الكرموس، الشريحه. الكرموس كيرجعوها شريحه وقيله دابا نقول لكم بحال راهي اخرى. قلت لكم الدكان كلشي ضحك عليا كيقولوا واقيلا الغدان، وانا قلت لكم الدكان واخا فيها خير ما فيها ضم. لكن انا اصلا اغلبيه عندي الهضور شويش ماشي ما هذوك في بزاف د الحوايج كنخرجوا ما كنخرجوش ما هذوك. مثلا اللي كيعدوا به الكتاره كنقولوا بزرين بزرين. شنو هو بزرين؟ المهم نتوما عارفوا قولوا شنو هو خلوا لي الكومونتيرات وقولوا شنو هما اللي كيعدوا به كتاره. المهم انا قلت لكم عندي بزاف د الهضور هايدا شويش مقلوبين. المهم ها نتوما كما كتشوفوا صافي حنا كنقدموا في الطبسل ديالنا من طبيعه الحال وكتاكلوه بالصحه والراحه. الصراحه المذاق ديالو كيجي روعه، المذاق ديالو كيجي كيحمق. عرفتي عن تجربه غير جربوه ما تندموش. وراسي كيسخن بزاف بالاخص في فتره راكم عارفين فتره الحرق ديال الكرش. ملي كتكون فتره الحرق ديال الكرش راكم عارفينها في كل شهر. هادشي هذا هو اللي كيصلح الصراحه باش كيسخن لك الكريشه ديالك من طبيعه الحال، وهرمون الانوثه كيبقى هو نشيط. فهمتوا كيفاش؟ حيت كيكون اصلا نازل في ديك الساعه هذيك. ولكن لاش عملتوا بحال هاد الحوايج هادو بحال هاد الشوربات وبحال هادشي هذا صراحه الله كيعاون الواحد وكيسترخى شتيتو. انا صراحه في هذيك الفتره كنعمل الاغلبيه هادو. المهم راكم فاهمين شنو بغيت نقصد لكم. وصافي الواحد كيرتاح راسو، وان شاء الله يا ربي غدا عاود في العشاء ولا في الغدا نقدر نشارك معكم شي شوربه اخرى، حيت كما قلت لكم لا خرج الشهر. فهمتوا كيفاش؟ ايوا صافي. المهم نتمنى الفيديو هذا النهارده يكون الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تعملوا لايك وسبسكرايب باش يبقى يوصلكم كل ما هو جديد ديالي، وشي كومونتير مزيون بحالكم ان شاء الله يا ربي. وكنشكركم بزاف ومع السلامه وفرجه ممتعه.